السؤال اللي بتسأله لنفسك كل مرة أو بتسأله لنفسك كل سنة عامة، ازاي أحط أهداف للسنة الجديدة وأقدر أحققها؟ بعيد عن إن أنت تقريبا ما بتحققهاش كل سنة وبتكتبها على ورق. بس لا، المرة دي أنا هعمل لك فيديو تقريبا هيلخص لك كل حاجة، سواء إن كنت فيديو إديتور. الفيديو ده هيتقسم لجزئين، سواء كنت فيديو إديتور أو شخص عادي. بس هنبدأ الأول بما إن قناتنا عن المونتاج، فهنبدأ كفيديو إديتور. بس قبل ما نبدأ خلي بالك المعلومات دي كلها مهمة ولازم تكمل الفيديو للآخر، وما تنساش تعمل اشتراك ولايك وشير للفيديو. نبدا. لو انت كفيديو اديتور، انا بالنسبه لي في اهم 3 اهداف انت لازم تكون حاططهم في دماغك، او 3 معايير لازم تكون حاططهم في اعتبارك كفيديو اديتور. دي معايير انت ممكن بقى تغيرها وتخليها مناسبه ليك اكتر، بس هي الفكره كلها لازم اوصل ان الفكره ليك وانت تحط الاهداف على بناء على هذه الفكره. اول حاجه لازم الاهداف بتاعتك اولا تكون واقعيه نوعا ما، ان انت كفيديو اديتور انت المونتاج ده بالنسبه لك هو يعتبر في الاول وفي الاخر هو شغلك. انت اكيد مش داخل الفيديو اديتنج عشان انت بتحب الفيديو اديتنج وخلاص كرفاهيات، لا يبقى خلاص انت اقفل الفيديو ما تحطوش. انت مش بالنسبه لك اهداف السنه تفرق معاك في حاجه. انما انت لو شخص الفيديو اديتنج هو الكارير بتاعك او الشغل اللي انت بتشتغل بيه وهو مصدر الدخل ليك وكده، فلا لازم يكون عندك ال3 حاجات دول تحطهم معاك في الاعتبار وانت بتحط اهداف السنه. اول حاجه تحط معاك في الاعتبار ان انت الكواليتي بتاعتك تتطور، تعمل تغذيه بصريه. ما تهملش التغذيه البصريه. انت ممكن يكون ما بيجيلكش افكار او مش عارف تحط افكار او مش عارف الكواليتي بتاعتك تطلع بسبب انك ما بتحطش تغذيه بصريه كويس عندك في الفيديوهات، وما تتفرجش على المحتوى العربي. اتفرج على المحتوى الاجنبي لان هم سابقنا بكتير. المحتوى الاجنبي هيعلى بالليفل بتاعك. يعني انت حتى ممكن تقول طب انا استفاد ايه من التغذيه البصريه؟ هقول لك اضعف الايمان خالص، خد الفيديو اللي اتعمل وعجبك ده وشفت الشرح بتاعه وطريقه عمايله، روح طبقه على البرنامج اللي انت بتستخدمه. يعني امسكه وروح قلده بالظبط، انت هتلاقي الكواليتي بتاعتك عالي جدا. ولو استخدمت الستايل ده بعد كده مثلا، او الفيديو اللي انت طبقته ده بعد كده في فيديوهاتك، انت اوريدي الستايل بتاعك عالي، ومع الوقت هتبتدي يحصل شويه تغييرات اللي هو تحط البصمه بتاعتك فيه بقى، خلاص الستايل ده بتاعك. هي دي الفكره الاساسيه، ان انت لازم تحاول تطور من مستواك في التغذيه البصريه، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتك هتعلى. خلي مثلا اهداف بسيطه كل يوم، ربع ساعه نص ساعه بالكتير تغذيه بصريه، سواء ويفضل على موقع يا اما فيميو او بيهانس عشان ما تكونش مشتت بين الريلزات اللي بتطلع اللي انت ما بتبقاش متحكم فيها اصلا. النقطه الثانيه معانا وهي انك تحط اهداف طبقا لمعيار سمارت. ايه هو معيار سمارت ده بقى؟ من زمان اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. معيار سمارت هو اختصار لكلمة specific محدد، measurable يعني قابل للقياس، achievable قابل للتحقيق، relatable يعني له دعوة بالموضوع ده، وتايم مانجمنت او له دعوة برضو، او في انت محدد وقت معين. ما تحددش مثلا تقول انا خلال السنة او مثلا اول شهر عايز اعمل 2000 فيديو. طب ما ازاي كفيديو اديتور رقم انا خلال السنة عايز انزل مثلا يوم او يوم لا فيديوهات ففي الحدود تقريبا حوالي 100 وفوق ال 150 فيديو، فرقم نوعا ما معقول واعلى بالكواليتي شوية وان انا اقدر اتطور فيه. تمام، دي اهداف مظبوطه وممكن تقيسها او تقيمها كل 3 شهور او كل مثلا 4 شهور على حسب ما انت تحب. حاول ان انت بس ما تنزلش فيديوهات، لا خش كلم عملاء، طور من طريقه الرساله اللي انت بتكلمها، طور من الشغل بتاعك، طور من طرق الاقناع. انت برضو انت السوشيال ميديا بالنسبه لك هي البورتفوليو بتاعك، ولازم تقريبا تنزل على كل المنصات عشان تبقى متشاف هنا وهنا وهنا. بس برضو ما ينفعش ان احنا نتجنب الجزء اللي انت لازم تخش تكلم عملاء. يمكن او مش يمكن، هو اكيد هيطلع لك على الاقل عميل او 2 في الشهر، فهو بيديك بوش في الاول، هيحطك شويه تحت بريشر الشغل، هيديك دفعه بافكار جديده وتطور مستواك، فهيفرق معاك جدا. ثالث حاجه عندك انا شايف ده هدف مهم جدا في السنه الجديده، ان انت تطور المايند سيت بتاعتك وما تهملش صحتك خالص. يعني الناس كلها بتحط اهداف سواء كفيديو اديتور، انت بيبقى ان في ناس كتير بتهمل صحتها وبتظهر، لا ما تعملش كده. انت لو عملت كده اصلا هتيجي على صحه دماغك، فهيأثر على شغلك بالسلب ويأثر على صحتك بالسلب. انت كفيديو اديتور ما ينفعش تحط تايمر ان انت فيديو بتفتح البروجكت وقت ما بيخلص وقت. معاك لو في بروجكت شغال عليه بيبقى معاك مده، بس ما ينفعش تقول انا خلال ساعه اخلص الفيديو، لا اكيد هيطلع كواليتي مش احسن حاجه الا طبعا لو انت اتمكنت من الحاجات اللي انت بتستخدمها وخلاص بقت سلسه في ايدك، فطبيعي ان انت هتقدر تخلصها في خلال ساعه. فده كان الجزء انت لو كفيديو اديتور. ودلوقتي هنيجي للجزء الثاني، انت لو شخص عادي تحط اهداف للسنه ازاي، او ايه الاهداف اللي انت ممكن تقدر تحطها. طب دلوقتي كشخص عادي انت اي بني ادم بيتكون في وجهه نظري من 4 حاجات، لو جانب منهم اختل انت حياتك كلها هتبوظ. فلازم يبقى اهداف السنه بتكون بتطور ال4 حاجات دول.
طيب ايه هم الاربع حاجات دول؟ الاول الانسان بيتكون من روح وعقل وجسد وجانب اجتماعي اللي هو علاقتك مع الناس عامه. نبدا بالاول بالعقل. الجانب العقلي هو التعليم بتاعك، ان انت تاخد مثلا كورسات جديده، تتعلم سكيلز جديده، مهارات جديده، طريقه تفكير، تقرا كتب. هتقول لي بقى كتب وكتب ممله ومش عارف، في ناس بتعمل ملخصات، انت ممكن تسمع ملخص الكتاب لو عجبك اقرا الكتب اللي في الحاجات اللي باهتماماتك. لما انت مثلا بتخش على ابلكيشن جديد يقول لك ايه الاهتمامات بتاعتك، انت بتختار اهتمامات معينه، ادخل ابحث عن كتب في الاهتمامات دي واقراها. الروايات ما هي الا بتصير نوعا ما تشغيل دماغك في الكرياتيفيتي، بس هي مش هتزود لك معلومات ولا بتطورك من اي حاجه، فما تفضلش قرايه الروايات. الجانب البدني وهو ان صحتك، سواء كان النوم، سواء كان الاكل، سواء كان المجهود البدني، هم مثلث كده على بعضه، لو واحد فيهم برضه باظ الجانب البدني هيبوظ. يعني دخلنا في اشكال كتيره هندسيه مش عارف ليه في الفيديو، بس الهدف يعني يكون واصل لك ان انت في الجانب البدني تهتم بنومك، عدد ساعات برضه معينه، تنام بدري وتصحى بدري. طبعا دي بديهيات بس في ناس كتير ما بتعملهاش. جوده الاكل بتاعتك تحاول تحسنها، تحاول تعمل اي شكل من الاشكال اللي بقولكش تقييم. التمشيه مثلا نص ساعه في اليوم مفيده. لو هتعمل شويه ضغط في البيت تمام معاك. في حاجات كتير في البيت، يعني ممكن تمارين من البيت حتى تمام معاك. اتمشى في البيت يا سيدي، يعني اقعد لف في الشقه كده نص ساعه وانت بتسمع مثلا بودكاست ولا حاجه، تمام. الجانب الروحاني هو الجانب الديني اللي هو علاقتك مع ربنا وصلاتك والكلام ده كله، حاول بطها كل صلاة في وقتها، وان انت حاول تقرب اكتر من ربنا. الجانب بتاع الاجتماعي ده اللي هو علاقاتك مع الناس عامة. ودي في نقطة بس فاخرة، هي مش بكتر العدد، هي بجودتها. مدى الناس دي جودتك معاهم، هل هم علاقاتك مع الناس دي كويسة؟ اهلك حتى قرايبك هل كويسه؟ هل ما بتتكلموش اصلا؟ هل كل فين وفين؟ هل متخاصمين؟ فهي كل اصلا ما الجوده بتاعتها ساءت كل ما حياتك بقت بايظه. فهو الاربع جوانب دول مع بعض مهمين جدا ولازم تهتم بيهم جدا. ان شاء الله تكون السنه الجديده سنه سعيده عليكم يا رب، وكل واحد يحقق الاهداف اللي بيتمناها. وشكرا لو انت لسه مكمل لغايه دلوقتي، واشوفك بقى مش الفيديو جاي، اشوفك السنه الجايه. النكته بتاعت كل مره، النكته الباقيه. سلام.